السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا النهاردة عملت لكم وصفة للمستعجلين، وصفة سهلة وبسيطة جدا. بانيه المستعجلين هتعملوه بأسرع وقت وبأقل التكاليف وبسرعة جبارة بقى، ولا بتاع زمان ولا تتبلي ولا تسيبي ولا تعملي ولا. هتلاقي كل حاجة سهلة وبسيطة في الفيديو. بس تابعوا معايا الفيديو للآخر عشان تشوفوا بقى الطريقة وبساطتها وسهولتها تبقى عاملة ازاي. ودلوقتي بقى عشان نروحوا بقى نبدأوا في الطريقة. لو بتشوفوا الفيديو لأول مرة والقناة، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا بقى على الطريقة. دلوقتي أنا عندي كيلو هنا من البانيه، طبعا فراخ بيضة طبعا مخلية الصدور بتاعتها. والبهارات بتاعتنا عبارة عن ملح وفلفل وبهارات فراخ وكاري وحبة من الحبهان. وعندنا بصلتين متوسطتين وثلاث فصوص كده توم ومعلقة من الصلصة وبيض وبقسماط ولبن. نجيبوا بقى يعني ايه، نجيبوا بقى الكبة عشان اول حاجة هنعملوها ان احنا هنعمل البصل في الكبة مع التوم. نفرموه كده فرمة عشان احنا عايزين البصل والتوم يبقوا ناعمين وكده. وبعد كده بقى ايه، بعد ما حطينا البصل نحط التوم، اهم حاجة ما تنسوش التوم. واروح بقى ايه افرم كل الحاجات دي كده في الكبة فرمة ناعمة كده، مش يبقى زي المبشور، لا يبقى ناعم كده شوية. وطبعا انا مش مطلعه لكم الصوت بتاع الكبه عشان طبعا صوتها بيبقى مزعج. وبعد ما بقى فرمت البصل ناعم زي ما انتم شايفينه كده بالشكل دوت، نروحوا بقى نجيبوا البولة اللي احنا هنعمل فيها بقى الوصفة والتتبيلة بتاعتنا. لغاية كده اظن الخطوات سهلة وما فيهاش اي صعوبة خالص. نجيب البولة بقى بتاعتنا كده، نوسع لها كده ونحطوها. واول حاجه احطها معانا هنا، هنستعمل في الوصفه دي بيضتين. يعني انا بستعمل البيضه للنص كيلو من البانيه، انما ده هنستعمله بيضتين بالظبط ايه مع كيلو البانيه اهو. اظن مفيش توفير اكتر من كده. وابدا بقى اقلبهم، بس اضيف شويه من الفلفل الاسمر على البيض كده، واقلبه لغايه ما البيض يبقى ايه فكك معانا وانسيابي خالص. ابدا بقى انزل بيه البصله المفرومه والثوم كده، انزل كده. واحط بقى ايه التوابل بتاعتنا اللي احنا عاملينها ومعلقه الصلصه كده. واقوم بقى مقلبه كل الحاجات دي كده مع بعض، مضربهم مع بعض خالص بقى لحد ما يمتزجوا تماما. وانزل بقى بنص كوبايه من اللبن او الحليب اهو، واقلبه خالص زي ما انتوا شايفينه كده. وبعد كده بقى ابدا انزل بيه البانيه بتاعنا او شرايح الفراخ اللي هي الصدور اللي احنا عاملينها بانيه، ننزلوا بها كده كلها مره واحده كده. ويا دوبك بس نقلبوها لحد ما التتبيله توصل لكل قطعه من الفراخ بتاعتنا. ونسيبوها بقى في التلاجة لمدة نص ساعة. ده للمستعجلين، يعني مش مستعجلة أو مستعجلة أوي أوي ما تدخليش التلاجة. يا دوب طلعي من التتبيلة كده، وجيبي البقسماط أو الفيجيتار اللي انت هتعمليها، أو نحط شوية من البقسماط على شوية من الفيجيتار أهو. أهم حاجة يعني إيه تبطنيها كويس جدا بالبقسماط أو الفيجيتار بتاعك أهو، وتتك عليها عشان الفيجيتار أو البقسماط يمسك فيه البانيه أهوت بالشكل ده. وبعد كده تنفضيها كده تنفيضه بسيطه، وايه اللي انت يعني تنزلي منها زيادات كده. ونعمل قطعه تانية اهو. عايزه اقول لكم حاجه، ان بصراحه الوصفه دي سهله جدا وبسيطه وموفره، ولا بتستعملي بقى بيض ياما ولا اي حاجه. حاجات بسيطه خالص اهوت. ولو منتوش حابين اللبن ممكن على فكره تزودوا، هقول لكم تزودوا، اقول لكم تزودوا شويه من الميه، بس لبن بيدي طراوه، بيدي يعني حاجه حلوه كده، بيجي يعني حاجه انسيابيه كده اهوت. وبعد كده بقى اروح بقى احطها في الفريزر. مستعجله حطيها على طول في الزيت، اقليها ما تضيعيش وقت. لو انت مثلا عندك يعني ايه يعني في براح كده ساعه ولا حاجه، تحطيها شويه بعد ما تحطها في البقسماط في الفريزر. في التتبيله شويه مستعجله من البقسماط، من التتبيله على البقسماط على الزيت على طول. طبعا الزيت يبقى مقدوح جامد كده. وتنزلي شايفه طبعا التتبيله ماسكه ازاي في قطعة البانيه. سواء بقى حطيتها في الفريزر ما حطيتهاش، احنا البانيه بتاعنا غير اي بانيه خالص اهوت. ولا بتفك ولا التتبيله بتفك، ولا هتلاقيهم ماسكين في بعض كده، بصوا ما بيسيبوش بعض خالص. ولغايه بقى ما يبدا ياخد اللون الذهبي بتاعه، نقلبوه بقى على الناحيه التانية، يعني تقريبا على كل اتجاه، يعني ايه 3 4 دقايق كده. وطبعا يعني ايه ما تخليش النار عاليه قوي عشان ما يتحرقش منك، لا يعني ايه خلي النار كده يعني ايه متوسطه اهو. تقلبيها كده بسيطه عشان طبعا البانيه بيبقى رقيق، ما بيبقاش
يعني تخينه، لا قطعه البانيه بتبقى رفيعه قوي رقيقه يعني. واطلعها كده واحطها بقى في الطبق واخلص بقى بقيه الكميه واوريها لكم ان شاء الله. ننزل بقى بكميه تانية. اول حاجه اول ما تطلعي حاجه انزلي في الزيت عشان الزيت بتاعك ما يتحرقش منك اهو. واسيب بقى كله كده لحد ما اخلص الكميه كلها بقى وتشوفوها معايا وتقولوا لي ايه رايكم بقى كده في البانيه بتاعنا اهو. بسم الله ما شاء الله، ادي البانيه بتاعنا بسم الله ما شاء الله جميل جدا. انا مش عايزه اقول لكم بصوا طري ومقرمش، والتتبيله ماسكه كده في قطعه البانيه او الفراخ، مش فكه ولا سايبه ولا اي حاجه خالص. انا مش عارفه اوصفه لكم عامل ازاي. صوته بيقرمش يعني كده، تحس ان هو بيقرمش معاكم من جوه طري طراوه يعني. انا مش عارفه اوريها لكم ازاي، بس حاولت افتح لكم واحده هي زي ما انتم شايفينها كده. شوفوا عامله ازاي، وشوفوا التتبيله لازقه في قطعه الفرخه او قطعه البانيه بتاعتنا. بصراحه احنا البانيه بتاعنا غير اي حد خالص، بانيه المستعجلين. هيعجبكم جدا جدا جدا. ودلوقتي بقى ادي اخر حاجه البانيه بتاعنا انا قدمته مع المكرونه ديت. ممكن تقدموه عادي مع طحينه وسلطات وعيش زي ما انتوا عايزين، بس انا بفضل ان انا اكله بقى كده مع المكرونه. وطبعا لو في طحينه في كاتشب دي بقى حسب الرغبه وحسب ما انتوا عايزين او حابين. وده الطبق الرئيسي بقى بتاع وجبة الغداء اللي انا كنت عاملاه يعني في وجبة الغداء بتاعتنا النهاردة. ويا ريت يعني لو عجبكم الفيديو وبتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة، يا ريت يعني ايه تتابعونا وتشوفوا الفيديو معايا للآخر يعني عشان بجد تشوفوا كل التفاصيل فيه. واشوفكم الفيديو الجاي على خير، وباي باي. واستنوني يعني ايه في الفيديو القادم ان شاء الله، واكتبوا لي في التعليقات او الكومنتات اي حاجة انتوا عايزينها.